بعيش مع جوزي معنى قلة الأصل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حقيقي أنا جوزي قليل الأصل. جوزي اتجوزته كان ظروفه المادية على قد حاله قوي قوي قوي. اهلي ياما قالوا لي هتتعبي هتتعبي هتتعبي، معهوش وما حلتوش، ويا بنتي لازم تتجوزي راجل على الاقل يعيشك نفس العيشه اللي انت فيها. لكن انا حبيته وقلت لهم هو ده ومش هاخد غيره. كان حلو شويتين وشايف نفسه قوي، وانا كنت مبسوطه قوي بطريقته وبهزاره وبدمه الخفيف وبشكله الحلو. كنت دايما لما بمشي جنبه بحس ان هو محط انظار الجميع. كل البنات بتبصلنا، ما انكرش ان هو كان احلى مني وانا كنت اقل منه في الجمال، وده دايما اللي كان بيخليني بعوض ده بكل شيء. كنت حاسه ان في حاجه ناقصه، فكنت طول الوقت في ظهره. قبل ما يطلب بلبي الطلب، قبل ما يقول انا نفسي كنت بروح واجري اشوف هو نفسه في ايه عشان اديهوله او احققهوله. لحد ما قال لي مفيش غير حل واحد، عشان نتجوز لازم ان انا اسافر برا مصر. قلت له يعني لما تسافر هيحصل ايه؟ ما تشتغل في بلدك على الاقل تكون جنبي، انا ما اقدرش على بعدك. لكن هو كان مصمم انه لازم يسافر، وان هي دي الفرصة الوحيدة اللي بيها يحقق ذاته وهيقدر يثبت نفسه ويقول لأهلي ان انا بقى معايا وربنا قدرني. كان معايا دهب بتاعي الشخصي، كان بابا جايبهولي هدية أول ما نجحت في ثانوية عامة. خدت الدهب وجريت جري من ورا أهلي وبعته، وقلت له خد يا حبيبي فلوسه تحت أمرك، المهم تثبت نفسك وأنا متأكدة إنك هترجع وهتعوضني كل حاجة أنت خدتها. في الاول عارفين انتوا لما حد يعمل عنده كرامه، لا لا شكرا ما كنتش عايز، ليه اتصرفتي كده؟ لكن قال لي بوعدك اني هعوضك. سافر وقعد سنه ونص. في السنه ونص دول كنا احنا مخطوبين، وفي السنه ونص دول انا شفت العذاب فيهم الوان. كان بيكلمني كل 3 شهور مره، ولما اجي اعاتبه واقول له هو انا ما بوحشكش، ده انا خطيبتك، يقول لي غصب عني والظروف وربنا عالم، وبلف من مكان لمكان ومش لاقي شغل وبنام في الشوارع وكلام كتير قوي يصعب عليا، ما انا بحبه. وافضل اقول له معلش وهون على نفسك، ولو معايا فلوس هبعتها له حواله، واعمل كل حاجه تتخيلوها. وكل ده اهلي ما يعرفوش اي حاجه عن الموضوع، وانا بعمل ده من قلبي. المهم انه هيرجع في يوم من الايام وهيتلم الشمل. عدى السنه ونص، كلمته في التليفون قلت له انا زهقت وتعبت، انا تقريبا في السنه ونص كلمتك 4 5 مرات، حرام عليك، حتى اهلك انا اللي بسأل عليهم، انا اللي بحوش من ورا اهلي وبحوش من مصروفي وبحوش من شغلي، واروح اجيب لاهله لحمه وفراخ واجيب لهم فاكهه واجيب لهم كل حاجه واقول لهم ده خير ابنكم، ابنكم بعت ومأمني ان اجيب لكم الحاجات دي. طبعا امه خلاص بقت متعوده لدرجه ان انا في شهر ما جبتش فيه ابتدت تسأل وتقولي هو ابني ما بعتش ولا بعت وانت اللي واخده الفلوس. بقيت انا من جوايا متغاظه، يعني انا اللي بجيب لكم الحاجات دي وكمان دلوقتي بقيت انا اللي واخده الفلوس وبسكت وبعدي باسم الحب. لحد ما كلمته قلت له لازم تحسم امرك ولازم تعرفني احنا ناويين على ايه، انا زهقت وتعبت، انا فلوسي كلها رايحه عليك وعلى اهلك وانت ما بتجيش تتجوزني، ولو انت ما جيتش خلاص انا هعتبر ان مفيش بيني وبينك اي حاجه. طبعا هو قلق، البيضه اللي بتبيض له بيضه دهب خلاص مش هتبقى موجوده، فقرر انه ينزل وقال لي حاضر انا هدبق حق تذكرة الطيران وهجيلك باي طريقة. قلت له كمان هتدبرها؟ امال انت بتشتغل بقالك سنة ونص ليه؟ قال لي معلش والظروف واللي جاي على قد اللي رايح والدنيا صعبة. قلت له مش مهم، المهم انك تيجي. جه فعلا وقال لي دلوقتي انا موافق ان نتجوز، بس انا ما بقاش لسه معايا اللي يخليني اقدر اجيب كل الحاجات اللي عليا.
قلت له ولا يهمك، انت تروح تتقدم لبابا وانا هاخد قرض من الشغل واديك فلوس وتجيب العفش اللي عليك، وانا وانت واحد مفيش فرق بينا. قال لي خلاص. طبعا لازم يقول خلاص، هو خسران ايه؟ انا بسهل له كل العقبات اللي ممكن تكون في طريقه. وفعلا رحت اخدت قرض من شغلي وعملت كل الاوراق اللازمه واديته الفلوس وخليته يجي لبابا يتقدم لي. وبابا طبعا وافق عشان هو كان شايفني طول السنه ونص في عياط وطول الوقت انا متضايقه وطول الوقت مش في حالتي الطبيعيه. واتجوزنا. يا دوبك قعد شهر واحد في البيت، اللي هو شهر العسل زي ما بيقولوا. وبعد كده لقيته بيقول لي انا لازم اسافر. قلت له ما كفايه غربه وكفايه سفر، وتعالى اشتغل شغلانه زيي وانا هجيب لك شغلانه في نفس المكان اللي بشتغل فيه. قال لي لا. قلت له طب ما انت ما عملتش حاجه من الغربه. قال لي عشان الاول بس اصبري عليا سنتين 3 كده وهتلاقي الدنيا بقت حلوه. المهم طيب هتسافر منين؟ قال لي اتصرفي لي من اهلك. قلت له تاني ده اهلي لسه مجوزيني وكلهم ربنا يعلم باللي كان فيهم، حرام عليك. قال لي طب انا هعمل ايه؟ ما باليد حيله، لازم تتصرفي. فعلا اتصرفت من اهلي مع الفلوس اللي جات لي في الجواز، الناس اللي جت تبارك لي، ولميت له كل الفلوس واديتها له. حجز تذكره الطياره وسافر. وفي الخطوبة كان بيكلمني كل 3 شهور، بعد الجواز بقى يكلمني كل 4 5 شهور. وكل ما اكلمه وعاتبه واقول له هو انا ما بوحشكش؟ هو انت ما بتفتكرنيش؟ هو انا ما بصعبش عليك؟ ده انا رجعت بشنطة هدومي تاني لبيت اهلي اكني ما اتجوزتش، بنام على نفس سريري وبفتح نفس دولابي، حرام عليك، انا عايزه احس ان انا متجوزه. يقول لي بعدين الدنيا صعبه، اعمل ايه يعني؟ افضل احب فيكي في التليفون واسيب شغلي؟ اقول له طب انت بقيت تشتغل ايه؟ يقول لي بشتغل في اي حاجه وكل حاجه. طب فين الفلوس؟ ما بتبعتش فلوس ليه؟ يقول لي هبعتلك. المهم عدى السنة 2 3 4 والبيه منزلش اجازات خالص. وانا خلاص بقى كل اهلي بيتكلموا يا بنتي هي دي جوازه؟ اتحسبت عليكي جوازه؟ يا دوبك اتجوزك شهر ومشي، حرام عليكي، يا ريتك سمعتي كلامنا. بسمع كلام من كل الناس. واهله من وجهة نظرهم ايه؟ ابننا بيشوف شغله، عايزاه يجي يقعد جنبك يعني ولا ايه؟ وطول الوقت انا في الصراع، وجالي كل الامراض وجالي اكتئاب وبقيت حالتي وحشه جدا جدا. لحد ما كلمته في مره قلت له انا عايزه افهم انت بتعمل ايه هناك، وعايزه افهم انت ليه ما بتاخدنيش معاك. احنا لو ولا عندنا عيال ولا انا حمل تقيل قوي، خدني وانا هشتغل معاك في البلد اللي انت بتشتغل فيها. قال لي خلاص عايزه تيجي؟ قلت له اه. قال لي مفيش اي مشكله، احجزي التذكره. قلت له طب ابعت لي فلوس، يعني انت ما بتبعتليش خالص، وبتبعت لي اللي بعته كان ملاليم، وبتبعت لاهلك، وشفت اخوك جاب عربيه وبيقول ان انت اللي بعت له ثمنها. قال لي حتى الفلوس اللي كانت معايا اديتها لاخويا عشان يجيب عربيه، عشان الفلوس اللي جايه من العربيه يشيلها لي، يعني بحاول امن الدنيا. قلت له انا هتصرف وهجيلك. وفعلا اتصرفت ورحت له. لكن لما رحت كانت المفاجأة اللي أنا عمري ما كنت أتخيلها. البيت طلع متجوز 2 غيري، متجوز 2 في الغربة. وأول ما شافني وأنا شفته حسيت إن بقى في حاجة بيني وبينه مش هي، حسيت إنه راجل غريب عليا. فما بقيتش مصدقة إن هو ده جوزي، ولا ده اللي أنا كنت بحبه، ولا ده اللي أنا بعت كل دنيتي عشانه، ولا ده اللي أنا صممت على رأيي في غربة. المهم قعد يقول لي انا ما كنتش بسأل غصب عني، قعدت اقوله بتشتغل ايه، عمال يروح يمين ويروح شمال ومفيش اجابة واضحة. وبعد يوم ما وصلت من السفر لقيته بيقول لي في حاجة مهمة لازم تعرفيها. قلت له قول لي انت ليه مش خبي عليا شغلك وانا لحد دلوقتي ما اعرفش انت بتشتغل ايه؟ قال لي هقول لك كل حاجة، اهم حاجة لازم تعرفيها دلوقتي، ومش عايز اي جنان
ومش عايز صوت عالي، ولو ما عجبكيش الوضع انت ليكي كل الحريه، لو عايزه تطلقي اتطلقي ومفيش اي مشكله. قلت له اتطلق؟ اللي خلاني استحملك 4 سنين وانت ما بتسالش عليا وبتكلمني كل 4 5 شهور مره، جاي دلوقتي لما جيت لك من بلد لبلد وسبت اهلي وناسي ودنيتي تقول لي اتطلق؟ ايه اللي انت مخبي عليا؟ بتشتغل ايه مش عايز نعرفه؟ قال لي انا متجوز عليك 2 وما اقدرش اطلقهم، وما تطلبيش مني ان اطلقهم، لان اولا الاتنين بيشتغلوا، والاتنين تقريبا هما اللي كانوا بيخلوني ابعت لكم الفلوس اللي ببعتها. قلت له اني فلوس؟ قول الفلوس اللي بتبعتها لاهلك، الفلوس اللي خليت اخوك يجيب بيها عربيه، لكن انا كنت بتبعت ليه؟ قال لي مش مهم ومش موضوعنا، انا متجوز 2 وزيك زيهم، وانا بحبهم زي ما بحبك ومرتبط بيهم، وهم بيشتغلوا وبيدوني جزء كبير من الراتب اللي هم بيشتغلوا بيه، ودلوقتي لا تشتغلي زيهم يا اما احنا ال3 لما نشتغل انت تقعدي في البيت توضبي لنا الاكل وتعملي لنا كل حاجه لحد ما نيجي، وكلنا هنعيش اسره مع بعض في سلام، وانا بحبك وبحبهم وهنعيش كلنا كويسين مع بعض. ولو انت يا ستي مش عايزه تعملي شغل البيت خلاص عادي مفيش اي مشكله، انزلي اشتغلي زيهم وانا هقعد اعمل لكم كل حاجه، وزي ما انا دلوقتي بعمل معاهم. هم بيشتغلوا وبيرجعوا يلاقوا الدنيا تمام، واحيانا بعمل لهم اكل ومفيش اي مشكله، واحنا راضيين قوي بالعيشه ومبسوطين. وكمان عنده ولد من واحده فيهم. عطلتم على وشي فوق الساعه، وعارفه ان اللي عملته ده حرام وما ينفعش، بس بقيت اصوت واعيط واقول له انت تعمل فيا انا كده؟ هو دي جزاء المعروف؟ ده انا ما عملتش حاجه في حياتي غير ان انا حبيتك، ده انا ما عملتش حاجه في حياتي غير ان انا بعت اللي ورايا واللي قدامي عشانك، ده انا بقيت اعمل كل حاجه عشان انت تبقى مبسوط، ده جزائي؟ ده اللي انا استاهله منك؟ طب اهلي اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ طب لو رجعت دلوقتي اقول لهم رجعت لايه؟ اقول لهم اكتشفت ان البي متجوز عليا 2 بتتجوز بالجوز، عشان كده ما كنتش بتكلمني وكنت بتقعد بال6 شهور ما بتكلمنيش. طب ما طلقتنيش ليه وخلصتني؟ عشان انا طبعا عايزني اجي اكمل مسيره التضحيه، ما كفكش اللي خدته مني، عايزني اشتغل وادفع وكمان ابقى زيهم. وهم بقى قابلين على نفسهم الكلام ده ليه وعشان ايه وبيعملوا كل ده ليه؟ انا نفسي افهم، انت بتسحل لنا ولا انت بتعمل ايه عشان تخلي الستات هم اللي يتعبوا ويشتغلوا وانت قاعد تاخد فلوسهم على الجاهز؟ قعدت اقول كلام كتير وهو بارد، قاعد حاطط رجل على رجل وبيقول انا سايبك تقولي اللي انت عايزاه وانا مقدر موقفك، ولما تهدي هتفهمي ان كل شيء في الدنيا دي نصيب، وانا جيت هنا عشان ربنا كاتب لي ان انا استر الناس دي. قلت له تسترهم؟ فين الستر؟ قولي فين الستر في اللي انت عامله؟ انت سايبهم يشتغلوا ويتبهدلوا وانت قاعد هنا في البيت، ده الايه معكوسه خالص. لقيته بيقول لي دي حاجه ما تخصكيش ولا تهمك، وفعلا مفيش كام ساعه لقيت دي الاولى طلع عليا، وبعد ساعتين التانيه طلع. كل واحده خلصت شغلها جت وهو مرسيهم على الحوار ومعرفهم اني متجوز في مصر وان مراتي اللي من مصر هتيجي تساعدكم في كل حاجه، يا اما هتساعدكم في شغل البيت يا اما هتشتغل زيها زيكم. جم لقيت كل واحده فيهم من جنسيه مختلفه، واللي بتبوسني واللي بتحضني وبتقولي نورتي وشرفتي واحنا هنبقى اخوات كلنا مع بعض، وانا قاعده حاسه اني في فيلم، مش قادره اتخيل انا يحصل فيا كده. وده كله ليه؟ عشان انا مشيت ورا قلبي، ما انا قلبي هو اللي عمل فيا كده. طبعا انا دلوقتي معاه في الغربه، مش عارفه اتصرف، مش عارفه ارجع لاهلي، لحد دلوقتي اهلي ما يعرفوش حاجه، اهلي فاهمين ان انا وهو دلوقتي عصافير كناريا،
واهلي فاهمين ان احنا دلوقتي بنعيش شهر العسل اللي انا ما عشتوش. امي بتكلمني تقول لي ربنا يعوضك خير يا بنتي في حق صبرك السنين اللي فاتت دي كلها، ويجعل جوزك حنين عليكي. وانا ما ببقاش عارفه ارد اقول لها ايه. اقول لها الحنين طلع متجوز 2 ومشغلهم وعايزني لا اشتغل لهم خدامه، لا اشتغل معاهم وياخد فلوسي؟ ارجع بلدي ولا ارضى بالامر الواقع زي ما هم راضين واكمل، ولا اعمل ايه؟ ادفع نتيجة اختياري، ادفع نتيجة اني وقفت قدام اهلي وقلت لهم لا هو ده انا بحبه وعايزاه، وانا اللي فضلت اجيب في قروض عشانه وابيع في ذهبي عشانه. انا عارفة ان انا غلطانة، ومهما قلت ليكي حق غلطانة، من هنا لحد سنة جاية انا غلطانة. لكن دلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه، اتصرف ازاي واكمل في العيشة معاه، ولا ارجع فورا